يلا بينا نعمل الحلو الترايفل ده بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هنعمل الكيكة او الانجليش كيك. هنحط بيضتين وكوباية الا ربع من السكر ونص كوباية من اللبن وكيس فانيليا او كيسين، معلقة كبيرة من الخل ونص كوباية زبدة. وهنضرب كل المكونات دي في الخلاط مع بعض. هننخل كوباية ونص دقيق عليهم بيكنج باودر وذرة ملح، وهنحط الخليط ده ونقلبه كده بالسباتشولا بالراحة، اهم حاجة بالراحة عشان ما نطلعش الهواء اللي فيه. وبعد كده هدهن الصينية بتاعة الانجليش كيك دي وهغلفها بالزبدة وبعدين الدقيق علشان ما تلزقش الكيكة فيها. وبس هصب بقى الخليط ده كله في الصينية. المقدار ده ينفع في الخليط الانجليش كيك، الصينية بتاعت الانجليش كيك او صينية العيش التوست بالمظبوط، يعني ما ينفعش نحطها في صينية تانية. هي دي المقادير بتاعته. بعدين هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما نشم ريحتها. نحط التوست بيكس او الخلة اللي هي طلعت ناشفة ما فيهاش اي حاجة. تاني حاجة بقى نعمل طبقة الكريمة. هنحط كريم شانتيه كوباية، عليها كوباية من اللبن وهنضربها وكمان هنحط ربع كوباية سكر بودرة نضربهم كويس. وبعدين هنحط كوباية من الجبنة الكريمي. عايزة اقول لكم ان انا حطيت تلج وضربتهم عشان يتماسكوا، والنتيجة دي مبهرة بجد. جربوا كده تحطوا التلج مع الكريمة وهي بتتضرب جامد جدا، ما بيأثرش خالص. هقطع بقى الفواكه اللي انا هزينها. انا قطعت فراولة ازينها على الوش وهحشيها بالكيوي، بشرايح الكيوي. اقطعها برضو شرايح دي احشيها للكيكة كده، هتدي طراوة وطعم حلو قوي. عايزة اقول لكم ان الكريمة اللي انا عملتها دي الكريم شانتي لما حطيت عليه كوباية الجبنة الكريمي ادت طعم زي الجاهزة بالظبط واحلى كمان. يعني اللي اكلها افتكر ان انا كنت شاريها جاهزة من جمالها، وما ضفتش اي حاجة غريبة. يعني هي كوباية جبنة كريمي. انا قلت لكم قبل كده ان انا عملتها بطريقة سهلة. كوباية جبنة كريمي، حطينا مربع من الجبنة القريش، عليه ربع كوباية من اللبن ومثلا مكعب زبدة، وضربتهم في الخلاط بقى جبنة كريمي. حلو قوي. ونضيفه في اي حلويات بدل ما نشتريها لانها غالية جدا. انا بقى قطعت هنا الانجليش كيك. طبعا انا لو كنت هعملها انجليش كيك بس كنت احط فواكه مجففة، بس انا قلت هستخدمها اعملها ترايفل فواكه، فحبيت ما احطش فيها غير الفواكه الطبيعية الفريش. هحط بقى طبقة من الكريمة كده لان انا هقلب الصينية دي او القارب ده عشان يبان ان هي متغلفة. وهحط طبقة من الكيكة وطبقة من الفواكه او من الكيوي. وهعمل كده تاني، احط كيكة تاني واحط كريمة تاني، وبعدين اسيبها شوية في التلاجة تمسك، وبعدين اقلبها وازينها بالفراولة. عايزة اقول لكم ان انا ممكن احط فواكه تانية، ممكن احط موز، ممكن احط مانجا، ممكن احط اناناس، ممكن احط اي حاجة او خوخ او ايا كان نوع الفواكه اللي انا بحبه او فواكه الموسم احطه عادي. وممكن اسقي برضو الكيكة شوية شربات او شوية لبن، بس انا اكتفيت بمية الفواكه دي، اديتها طراوة جامدة قوي. الكيو فيه مية كتير ادها طراوة، ما كانتش محتاجة مني اني اسقيها بصراحة. بس واخر طبقة هضيفها من الكريمة وبس كده. اسويها طبعا كويس واسيبها بقى ترتاح شوية وبعدين اقلبها وازينها. عايزه اقول لكم ان طعمها يجنن، وطريقه سهله جدا جدا اهي. حاجه حلوه مش مكلفه برضو، حاجات من البيت والله. يعني انا مش حاطه حاجات مكلفه. يعني الواحد ساعات بيحتاج يروق على نفسه كده بحاجه حلوه. وشايفين الحاجات اللي باينه دي، انا مش حابه ان انا اخفيها خالص لانها مش كيكه او تورته. يلا جربوا الوصفه دي ودعموني بلايك.